والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلبة، اليوم نكمل المحاضرة الثانية لتعليم طرق جديدة وسهلة وبسيطة لحفظ جدول الضرب. نقدر نلغي الحفظ لجدول الضرب ونتعلم طريقة ثابتة وهي واحدة فقط لجدول الضرب. باو هاي الطريقة تستخدم فقط إذا ضربنا عدد في عدد. أي ضرب عدد في عدد ماذا نفعل؟ مثلا عندنا 9 في 8، 7 في 8، 9 في 6، 6 في 8، 9 في 7. هاي الأرقام اللي أمامك هسه راح نجي شلون نطلع ناتج الضرب. 9 في 8، ايش راح نقول؟ نقول هاي التسعة بعد لها شقد وتصبح 10، بعد لها شقد وتصير 10، بعد لها 1. هاي الثمانية بعد لها شقد وتصير 10، بعد لها 2. راح نجي نضرب 1 في 2 ويساوي لنا 2 وثم نطرح على هاي الطريقة. 8 ناقص 1 ويساوي لنا 7. إذن 9 في 8 يساوي 72. اللي ما افتهم الأولى راح نتعلم الطريقة الثانية أو العدد الثاني. 7 في 8، نقول هاي السبعة بعد لها ايش قد تصير 10؟ بعد لها 3. هاي الثمانية بعد لها ايش قد تصير 10؟ بعد لها 2. راح نجي نضرب 3 في 2 ويساوي لنا 6 وثم نطرح بهذه الطريقة. شوف، 8 ناقص 3 ويساوي لنا 5. 7 في 8 ويساوي لنا 56. راح نكمل. 9 بعد لها ايش قد تصير 10؟ 1. 6 بعد لها ايش قد تصير 10؟ 4. نضرب 1 في 4 ويساوي 4 وثم نطرح 6 ناقص 1 ويساوي لنا 5. إذن 9 في 6 يساوي 54. انتبه، 6 بعد لها ايش قد تصير 10؟ 4. 8 بعد لها ايش قد تصير 10؟ 2. راح نضرب